أبدى المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على النصر السعودي بركلات الترجيح من 3-1. وعرفت المباراة تألق اللاعب المغربي سفيان رحيمي بعد تسجيله لهدفين في شباك رفاق كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعت الطرفين لحساب ربع نهائي المسابقة القارية. وقال رحيمي في تصريحات صحفية تلت المباراة وهو متأثر: لا توجد كلمات لوصف هذا الفوز لأنه يعتبر انتصارا خاصا بالنسبة لي، وأشكر زملائي على القتالية كما أشكر جماهيرنا على الحضور. واستطرد بعد المباراة تلقين اتصال من الشيخ محمد بن زايد: وفوزنا بهذه المباراة هي أفضل هدية له بمناسبة عيد ميلاده. وواصل: هذه مباراة خاصة بلا رجال، وفريق العين أعطاني الثقة وكذلك الجماهير المغربية من أجل المشاركة في مثل هذه المباريات الكبيرة، وأشكر كل من وضع ثقته في سفيان. واختتم: لا يهم أي فريق سنقابله في نصف النهائي، سواء كان الاتحاد أو الهلال، كلها فرق كبرى، ونحن نحترم جميع الأندية.